ليه في ناس فقيرة رغم إنها بتشتغل 12 ساعة في اليوم، والناس الغنية بتكسب وهي نايمة؟ الموضوع مش زي ما انت فاكر. أرسطو قال قبل 2400 سنة: الثروة تكمن في النشاط وليس في الكمية. المشكلة إن في 95% من الناس بتفكر بعقلية الوقت مقابل المال، بس الأغنياء بيفكروا بعقلية القيمة مقابل المال. تعال أقولك على قانون كده بسيط، وهو: اعمل مرة واحدة واكسب مليون مرة. بدل ما تبيع وقتك، اعمل حاجة واحدة وتفضل تكسب منها على طول، زي الكورسات أو الكتب أو التطبيقات أو حتى فيديو يوتيوب ممكن يجيب لك فلوس لسنين قدام. قال صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وفي أحدكم فسيلة فليغرسها. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا نزرع للمستقبل حتى لو ما كناش هنشوف النتيجة. تعال أقول لك على خطة عملية بسيطة كده، وهي قاعدة 70-20-10. 70% من دخلك للمعيشة، و20% للاستثمار والمشاريع، و10% للطوارئ. وما تبدأش برقم كبير، ابدأ حتى ب100 جنيه شهريا والزمن هيشتغل معاك.